السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فكرة جديدة من فكرة توتة. النهاردة عملت ايه بقى؟ فراخ بروستات كده حلوة في البيت، مقرمشة وطعمها يجنن كده وخطيرة. جربيها بدل ما نطلع بقى جو المطاعم في الشتاء ده، فهنعمل جو المطاعم بتاعنا في البيت مع رز بسمتي كده حلو ومع ورق لوري كده بالقرفة. يلا بينا تابع الفيديو عشان تعرفي انا عملت الخلطة بتاعتنا ازاي، سر القرمشة بتاعتها وسر التتبيلة بتاعتها وازاي تعمليها زي كنتاكي بالظبط. يلا بينا تابع الفيديو، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب، ولو اول مره تتفرجي عليا ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زرار الاشعار عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدا الفيديو. يلا بينا بقى يا جماعه نبدا نعمل اول خطوه في الخطوه بتاعه الدبابيس بتاعتنا او الفراخ بتاعتنا اللي احنا هنعملها كنتاكي او هنعملها اللي هي الفراخ المقرمشه عشان ولادنا بيحبوها ويحبوا ياكلوها معانا في البيت. اول حاجه انا هعملها هخرم الفراخ بتاعتنا كده او الدبابيس بالشكل ده كده عشان لما اتبلها التتبيله تاخد فيها، يعني ما التتبيله تاثر فيها. طول ما انت بتخرمها كده، طول ما الفراخ التتبيله كلها تخش فيها. خلاص انا طبعا مخرمه كله. بعد ما اخرم بقى الدبابيس كلها، حابه تعملي دبابيس او حابه تعملي فرخه 8 قطع، اعملي الموجوده عندك. يلا بينا بقى اول حاجه نعملها نعمل المحلول بتاعها اللي احنا هننقعه فيها. طبعا انا غسلاها كويس ومنضفاها. اول حاجه بقى هننقعها في المحلول بتاعنا. معانا لتر ميه هنحط عليه معلقتين ملح ومعلقتين سكر بالشكل ده. بعد ما هنحط الملح والسكر هنحط بقى معلقتين كبار خل. بعد ما حطيت السكر والملح هحط بقى معلقتين خل كده حلوين. ادي كده المحلول بتاعنا اللي احنا هننقع فيه الفراخ بتاعتنا بعد ما غسلناها كويس ونضفناها. والمحلول بتاعنا ده كمان هيساعدنا ان هي تستوي، لان احنا هنحمرها مش هنسلقها، فالمحلول ده يساعدنا نستوي. حطيه بقى ساعتين في التلاجة. حبيتي ان انت تعملها من قبلها بيوم ممكن تعملها من قبلها بيوم وتحطيه في المحلول ده وتبيتها في التلاجة. انا هقلبه بقى كويس كده عشان ادوب الملح والسكر معانا في المحلول. المحلول بقى ممكن تعمليه في اي فراخ، مش شرط تبقى الدبابيس اللي احنا هنعملها بيضيع الزفرة خالص منها. ابدا بقى انزل بالفراخ بتاعتي في المحلول. بصوا بقى يا جماعه، انا خليتها الميه غطيتها كده بالشكل ده المحلول بتاعي وهحطها في التلاجة. بس انا مش هبيتها، انا هحطها لمده ساعتين على ما ابدا احضر التتبيله بتاعتها واحضر المكونات بتاعتها، ونرجع بقى عشان نشوف التتبيله الخطيره بتاعتنا وسرها الخطير اللي تطلع زي كنتاكي. ولادك ما يطلبوش ياكلوا بره، ياكلوها في البيت على طول ويطلبوها منك. بصوا بقى بعد ما نقعت الفراخ بتاعتي ساعتين في المحلول اللي حصل لها والميه اللي طالعه منها طالعه عامله ازاي، مع ان انا غسلاها كويس ومنضفاها. وده كمان هيساعدني على التسويه بتاعتها لان هسويها وهي نيه من غير ما اسلقها. تمام كده. هصفيها بقى واشطفها كمان شطفه كويسه ونرجع نتبلها مع بعضينا. يلا بينا بقى يا جماعه نبدا الخلطه بتاعتنا بتاعت التتبيله. هعرفكم بقى على التتبيله بتاعتنا: بابريكا، ملح، بصل بودر، بيكنج بودر، كركم، زعتر، ربع معلقه شطه مع الشطه حسب الرغبه. كل ده معالق صغيره، انا حاطه من الشطه حبه صغيرين بس عشان ولادي، وتوم بودر وفلفل اسود. هقول تاني: بابريكا، ملح، بصل بودر، بيكنج بودر، بابريكا، كركم قصدي، زعتر، شطه، توم بودر، فلفل اسود، وملح. طبعا انا قلت ملح. ومعايا كوبايه ميه وربع كوبايه نشا وكوبايه دقيق. هنبدا بقى نحط الخلطه بتاعتنا. نبدا بالدقيق بسم الله، ونحط النشا بتاعتنا. طبعا النشا انا حاطه ربع كوبايه. والخلطه بتاعتنا كلها التوابل بتاعتنا اهي بالشكل ده. والميه بقى ننزل بيها تدريجيا. يلا بينا بقى ننزل الميه كده بسم الله الرحمن الرحيم. هقلب بقى، هقلبها كده واحده واحده مع بعضنا كده. طبعا احنا محتاجين ميه كتيره، مش هنخليها سايله خالص عشان خاطر تمسك في الفراخ بتاعتنا، ما تبقاش سايله. لو بقت سايله مش هتمسك في الفراخ وهتنزل من الفراخ. عايزينها كده. شفتي العجين بتاع الكيك بيبقى عامل ازاي؟ التخانه بتاعته هنعملها زي التخانه بتاعت عجينه الكيك اهو، واحده واحده كده بسم الله الرحمن الرحيم. لسه كمان عايزه شويه ميه صغيرين.
بصوا السيلان بتاعها هو بقى ايه التقل ده اللي انا عايزاه مظبوط. وادي يا جماعه التقل بتاعه اهو. انا ما زودتش اي حاجه تانية، انا قلبت بس كتير عشان خاطر بس ايه بصور بايد وبعمل حاجتي بحضرها بايد. طبعا احنا صفينا الفراخ من المحلول وشطفناها كويس وصفناها من الميه اللي فيها عشان لما نحطها ما يبقاش فيها ميه وتخفف لنا ايه. شفت التقل بتاعها السمك بتاعها عامل ازاي؟ والله هتحبوها، مش هتبطلوا تعملوها في البيت خالص لاولادكم. يلا بينا بقى نعمل ايه التغطيه بتاعتها. هنعمل التغطيه ازاي؟ يلا بينا نشوف المقادير بتاعه التغطيه بتاعه الفراخ. ما احنا مش هنحمرها على كده طبعا. حضرت بقى يا جماعه المقادير بتاعتنا بتاعه تغطيه الدبابيس. هنغطيها بالمقادير دي: كوبايتين دقيق وربع كوبايه نشا، بيكنج باودر معلقه صغيره، معلقه توم باودر وبصل باودر وكركم وملح وزعتر. هنبدا بقى نحط ايه كوبايتين الدقيق بتاعتنا. لازم نحطها في حاجه ناشفه ما تكونش مبلوله. ادي كوبايتين الدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم. اوبا الكوبايه اللي وقعت. وادي النشا، وادي التوابل بتاعتنا كلها اللي انا قلت لكم عليها. هقلب بقى ده كله ببعضه تقليبه كويسه. بصوا بقى هقلب كل المقادير بتاعتنا كده بالشكل ده. لازم نقلبها كويس عشان الفراخ بتاعتنا تشرب منها. يلا بينا بقى نبدأ بسم الله نشوف احنا هنعمل ايه. يلا بينا بقى نبدأ بسم الله كده. بعد ما حضرنا الخلطات بتاعتنا انا همسك الدبوس بتاعنا كده زي ما قلت لكم انا مفتحاه. هيشرب من التتبيله تمام كده، هيشرب من التتبيله كلها وايه وهيمتصها. وادي الخلطه بتاعتنا التانية اهي. هحط في العجينه دي كده اللي احنا عملناها. بصوا ما بتنزلش من عليها عشان خاطر انا متقلاها، ما نزلتش من عليها خالص اهي تمام كده. هحط بقى ايه في الدقيق بتاعنا. لازم اغرقها كده من الدقيق بالشكل ده. لو انت عايزه ترجعيها تاني بعد ما تحطها في الدقيق كده، ترجعيها تاني هنا وترجعيها تاني هنا، اعمليها. بس انا مستكفيه بان انا احطها كده تمام. هنعمل التانية، نستكفي بقى نعمل 2 ب2 عشان خاطر نعرف نعمل. انا ما بحبش احط ايدي في عجين وارجع تاني احطها في دقيق، بتبقى كده بتضايقني قوي. خلاص التانية اهي بسم الله. ما تنسوش بقى يا جماعه اللايكات الكتيره والتعليقات الحلوه بتاعتكم. لو حابين اي اكله اعملها لكم اطلبوها مني وانا هعملها على طول. اهو شفتوا بسم الله. ما ينفعش احط اكتر من 2 عشان بس ايه اعرف ان انا اشربها كويس من التتبيله بتاعتها. طبعا انا معايا بقى ايه حله فيها زيت على النار، ويفضل ان يبقى حله عشان خاطر نحط فيها زيت كتيره. لازم الزيت يبقى فيها غزير جدا على النار. يلا بينا بقى نختبر الزيت بتاعنا نشوفه قدح سخن ولا لا. بصوا بقى الحله اهي على النار فيها الزيت. هختبرها كده بشويه دقيق. لو احمروا يبقى كده الزيت بتاعنا تمام. هما طبعا احمروا. هنزل بقى بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بقى ايه بالدبابيس بتاعتنا. لازم يبقى الزيت مغطي الدبابيس للاخر عشان خاطر ايه تطلع معانا مقرمشه وتستوي كويس. انا هحط 2 ب2 بالشكل ده ان شاء الله هتبقى حلوه ومقرمشه وطعمها حلو. بعد ما نعلي عليها كده 10 دقايق نوطي عليها تقريبا كده 5 دقايق. نبقى مهديين النار شويه عليها. شفتوا لونها بقى عامل ازاي؟ شفتوا بقى الدبابيس بقت متحمره معايا ازاي؟ انا بعد ما عليت عليها 10 دقايق ووطيت عليها تاني النار حوالي 5 دقايق. معلش بس بتقع مني لان انا مش مستعجله. بصوا بقى يا جماعه الفراخ بتاعتي بقت عامله ازاي. هطلعها بقى كده بالشكل ده واحطها في مصفى عشان بس خاطر ايه تفضل معايا مقرمشه. ما ينفعش احطها دلوقتي على مناديل، لازم احطها كده. بصوا اللون بتاعها ده حلو ازاي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فكرة جديدة من فكرة توتة. النهاردة عملت ايه بقى؟ فراخ بروستات كده حلوة في البيت، مقرمشة وطعمها يجنن كده وخطيرة. جربيها بدل ما نطلع بقى جو المطاعم في الشتاء ده، فهنعمل جو المطاعم بتاعنا في البيت مع رز بسمتي كده حلو ومع ورق لوري كده بالقرفة. يلا بينا تابعي الفيديو عشان تعرفي انا عملت الخلطة بتاعتنا ازاي، سر القرمشة بتاعتها وسر التتبيلة بتاعتها وازاي تعمليها زي كنتاكي بالظبط. يلا بينا تابعي الفيديو، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب، ولو اول مره تتفرجي عليا ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زرار الاشعار عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدا الفيديو.